السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله، تكونوا في احسن الظروف. معكم معلمه سعاد من دار المعلمه، وعوده جديده بعد غياب طويل. كنعتذر البنات حيت كنتعطل عليكم، وعوده لسلسله الدروس ديال دراسات الرنده. اللي اول مره غتبدا غتشوف هذا الفيديو، حاول ترجع للفيديو اللي قبل الفيديوهات الاولى. كاينه فيديو ديال طريقه البرامه، كيفاش تبرم الطريقه الصحيحه. كاينه فيديو كيفاش نخدم الحبكه اللي هي هذه، وخلاص كاينه الشريشم، كاينه السنينه ديال الجوج. واليوم جيت باش نخدم معكم التطبيق ديال درس البريوه. بسم الله توكلنا على الله ونبداو البنات. بالنسبه لدرس البريوه كاينه قبل منه السنينه ديال ثلاثه. السنه ديال ثلاثه البنات هي سهله بزاف، وانا فضلت انني نخليها حتى نخدمها معكم مع الدريسات ديال الالوان. ان شاء الله يا ربي غنخدم لكم الدريسات ديال جوج وديال ثلاثه ولكن بالالوان. وهنا نرجع نخدم، هنا غنخدم معكم كما كتشوفوا راني خدمه واحد الجزء البنات. انا راه خدمت واحد هذا الجزء، خدمته صورته فيديو، ولكن لقيت الفيديو ما جا مصور من الجنب، ما جاش الخدمه باينه. وراني غنحاول دابا نصور بطريقه مخالفه، على الله يجي التصوير باين. قولوا لي البنات الا جاكم التصوير واش واضح ولا ماشي واضح. حاولوا اللي عنده شي فكره على الطريقه ديال التصوير هكذا مقربه تنصحني بها. راني بصراحه راني عاد كنتعلم نصور البنات قبلوا على التصوير ديالي. نرجعوا للسنينه. السنينه ديالنا هي هذه البنات، بحال الا غنخدم السنينه ديال الجوج هي هذه. انا دابا خدمت السنينه ديال الجوج. المفروض السنينه ديال الجوج انا نزعد الخيط الفوق هكذا، وندخل هنا ونخرج ونخرج هذاك الرويس البريوه اولا المغلف، كل واحد شنو كيسميها. كاين كيسميها البريوه، كاين كيسميها الدرس المغلف. غنزل الخيط ديالي لتحت وندخل في هذيك العوينه الفوقانيه هكذا ونجور ونعمل حبكه. هاي حبكه، نرجع عاوتاني الخيط لتحت وندخل في العوينه اللي اول عوينه اللي عندي بين سنينه وسنينه. هاي نتمنى تكون واضحه. ونخدم 3 الحبكات متتابعين. ها 1 2 3. كنعتذر منكم البنات بزاف على التاخير. كندير جهدي باش زعما نواكب التصوير، ولكن الصراحه هادشي صعيب. نتمنى نفيدكم ولو الفيديوهات عندي قلال، ولكن نتمنى نفيدكم. وحتى نتوما البنات شجعوني بالبارطاج، شجعوني باللايكات، بالتعليقات. بارطاجيو الفيديوهات مع الناس اللي مهتمين بالصنعه. ديو الاجر معايا حتى نتوما. وصلوا الفيديوهات للناس اللي جالسين في الدار، ربما ما عندهمش الامكانيات باش يمشيو للمراكز يتعلموا، ربما غير عكزانه ما فيها ما تمشي وتجي، ما فيها ما كتبغيش تخرج مثلا تبقى ماشيه. ربما ما عندهاش معاهم تخلي وليداتها. بارطاجيو الفيديوهات البنات، تعم الفائده ونديو الاجر كاملين، نستافدوا كاملين، ونديو رحمه الوالدين كاملين البنات. والله يجعل هذا العمل في ميزان الحسنات، يعني ديال اي واحد اولا وحده ساهمت في النشر ديالو. كما كتشوفوا البنات البريوه هي هذه. انا هنا عندي البرامه على 3. واحد الملاحظه بالنسبه للبريوه، الا بغيتيها تجيك زوينه وزعما غتخدمها في شي بياسه مثلا ديال الله خدمه بالبرامه على جوج. كاينه البريوه وكاينه القرنفله. هادو انا كنفضل انني نخدمهم على جوج، بالبرامه على جوج كيجيو زوينين بزاف، كيجيو متقونين، يعني احسن من البرامه على 3. ولكن نتوما دابا كتعلموا بالبرامه على 3 حتى توصلوا للاتقان ان شاء الله يا ربي، وديك الساعه تفننوا في الخدمه ديالكم. زعموا البنات، زعموا طيروا العجز، نوضوا شدوا طريف ديال الثوب وتوكلوا على الله وشويه د الحرير. شوفوا زعما شي حاجه اللي هي بسيطه،
طريف ديال الثوب تقدر تاخذو غير ب5 دراهم من عند مول الثوب، اولا شوف غير طرف ديال الثوب عندك في الدار. والحرير ممكن دوز عند اي خياط يعطيك البقايا ديال الحرير اللي راه غير كنرميوه في الاخر البنات. هذاك الحرير اللي كيبقى لنا شويه 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 من جهه راه غير كنرميوه. يعني اي خياط يعطيك الحرير وبدا توكل على الله، وراه ما صعيبه غير البديه. ثقوا بيا البنات والله ما صعيبه غير البديه. غير تبدا شي شويه في الاول كتعصب مع الخدمه حيت ما كتكونش فاهماها، ولكن غير كتيسر لك الخدمه في يدك وكتولي كتطلع لك الخدمه في يدك. سبحان الله العظيم، واحد الراحه نفسيه البنات كتولي عندكم. تولي تفضل انك تولي تعمل شغلك بالزربه باش تجلس تخدم. تولي تنظم وقتك، تولي زعما راه الصنعه البنات كما كنقولوا دائما هي راها فيها بزاف ديال الافادات. والله توكلوا على الله البنات، ما تعكزوش. كتعمر وقتك، كتعمر الفكر ديالك، ما كيبقاش عقلك كيدي ويجي في الافكار الخاويه في القال والقيل، هذيك قالت هذيك دات هذيك جابت، لا والو. كتولي مركزه في الخدمه ديالك، كيولي عندك مدخول وفلوس الصنعه البنات باركتهم. والله القسم البنات الا فلوس الصنعه باركتهم سبحان الله. جالسه في دارك مع وليداتك وتكمل شغلك ومقابله دارك ومقابله وليداتك، وفي نفس الوقت تعمل الصنيعه ديالك ويكون عندك واحد الدخل اللي هو دخل خاص بك. راه قمه المتعه البنات والله العظيم. زعموا البنات، زعموا وتفكروني على هذا الكلام اللي كنقول. غير زعموا. نتوما كما كتشوفوا هذه هي البريوه البنات، ساهله. الا خدمتي السنين الاولى ما صافي، الا خدمتي السنين الاولى والسنين الثانيه راك غتعمل البريوه بكل بساطه. وقبل ما نسالي الفيديو البنات كنبغي نرسل تحيه للبنات اللي رسلوا لي التطبيق، كنقول لهم تبارك الله عليكم. دابا نحط لكم التطبيق البنات، نشارك معكم التطبيق ديالو. وبالنسبه لاول وحده رسلت لي التطبيق كما كنت واعدت البنات في الفيديو اللي فات، كنت قلت بلي اول وحده غترسل لي التطبيق غتكون عندها يعني هديه. انا مازال عند الوعد ديالي. الا رجعتوا للفيديو كاينه في صندوق الوصف باللي الهديه غتكون هي درس على المباشر، او لا يعني نفسح معها المباشر في الواتساب ونخدم معها. يعني او لا الا كانوا عندها اسئله او لا عندها شي خدمه مديه نكمل معها. المهم نفتح معها، ندير معها واحد الوقيت وتكون يعني ونخدم معها على المباشر. البنات اللي رسلوا لي التطبيق ديالهم بخصوص الدريسات، هذا كنت موعده اول وحده غنخدم معها المباشر. وبالنسبه للبنات اللي ارسلوا لي التطبيق ديالهم، نبدل هذا الخيط البنات هو الرساله حيدوا. البنات اللي كانوا ارسلوا لي التطبيق ديال الفصاله، بغيت نقول لكم البنات باللي نتوما فرحتوني واحد الفرحه كبيره بزاف بزاف بزاف. انا مولفه نعلم ومولفه نعطي الدروس مولفه، ولكن سبحان الله العظيم هذا الاحساس اللي عطيتو لي نتوما الصراحه اول مره كنحسو. حسيت براسي انني وصلت عندكم لدياركم. وصلت هذاك الشيء اللي كنعرف. يعني زدت كبرت بحال الا كبرت مشروعي البنات. انا حسيت براسي كبرت مشروعي. انا المشروع ديالي هو ان الناس تجي تتعلم عندي. اليوم بفضل القناه الحمد لله، وبفضل هاد السيدات اللي اهتموا وخدموا وصوروا وصيفطوا لي التطبيق ديالهم، عطاوني هاد الاحساس باللي انا يعني هذا كنعتبره نجاح. الحمد لله كنعتبر راسي انني المشروع ديالي كبرته. عوض ما غنعلم البنات في المركز، لا انا وصلت عندكم حتى للديار ديالكم وكنخدم معكم في دياركم. كترسلوا لي التطبيق، شكرا بزاف بزاف وتبارك الله عليكم. وهذا هو المضمون وهذا هو المقصود من القناه البنات، اننا نتعلموا، اننا نستافدوا ونفيدوا. لما لا نستافدوا ونفيدوا؟ يعني وحده تعلم وحده عندك اختك، عندك
صاحبتك عندك. استغلوا الوقت البنات. علاش الواحد يبقى غير جالس او يبقى مقابل تلفزيون او لا القال والقيل او لا. والله البنات نتوما في غنى على هذا الشيء كامل. عالم ديال الصنعه راه غزال البنات، غزال. دخلوا له وتفكروني عليه. طولت عليكم، كثرت الهضره، ولكن سبحان الله انا كنخدم هكذا وكنهضر معاكم. ما كنحسش الصراحه لا بالوقت لا بالقنطه. مونسه معاكم. نتمنى نكون كنفيدكم البنات. ما تبخلوش بتعليقاتكم، اي حاجه بغيتوها كتبوها لي في التعليق. ملاحظاتكم على راسي وعيني. يعني الملاحظات ديالكم على القناه، على الا بان لكم شي ديفو. انا راه كنعترف باللي انا ماشي خبيره في التصوير، ماشي خبيره في المونتاج، ماشي انا غير زعما، وكنحاول نشارك هذاك الشويه ديال الخبره اللي عندي، ديك شويه الخبره اللي عندي كنحاول نشاركها معكم. ونتمنى انني نفيدكم، ودمتم بألف خير. الى الفيديو المقبل ان شاء الله يا ربي. هذا هو الدرس اليوم. نتمنى نكون فيدتكم، والى اللقاء.